العمليات على الأعداد الحقيقية. درس سهل جدا مفهوش أي حاجة والقواعد كلها مكررة من أولى إعدادي. يعني مثلا لو عندك جمع أو طرح لازم تكون الجذور متشابهة، يعني أنا عشان أقدر أجمع أو أطرح جذرين لازم تكون جذور متشابهة. طيب لو عندي ضرب وقسمة يبقى معامل على معامل وجذر على جذر، معامل في معامل وجذر في جذر. مثلا جيت قلت لك x بتساوي سالب 4 جذر 3، y بتساوي جذر 3، z بتساوي الجذر التكعيبي ل5. هو عايز أول حاجة x زائد y. نبدأ نشوف الx أهي اللي هي سالب 4 جذر 3 زائد y جذر 3. نيجي هنا نبص هل هي جذور متشابهة ولا لأ؟ نشوف هنا جذر 3 أهي، هنا جذر 3، إذا جذور متشابهة. نزل الجذر كده أهو. نيجي بعد كده هنا 1 مش مكتوب، خدوا بالكم. طيب سالب 4 زائد 1 دي قاعدة خدناها في أولى إعدادي، إن لو العددين إشارات مختلفة اطرح ونزل الإشارة اللي عندك. يبقى كأني بقول 4 ناقص 1 يبقى 3، والإشارة الكبير مين؟ اللي هو السالب. هنا السالب الأربعة إشارتها سالب، نكتب سالب. يبقى سالب 3 جذر 3. نقولها تاني كده أهي، هنا جذر 3 وهنا جذر 3، وعملية جمع لازم تكون الجذور متشابهة. يبقى اكتب الجذر اللي عندك لأنهم فعلا متشابهين أهو. طيب بعد كده هنا 1 مش مكتوب، لما تكون الإشارات مختلفة هنا سالب وهنا موجب اطرح ونزل إشارة الكبير. يبقى 4 ناقص 1 3، وإشارة الكبير تبقى سالب. طيب مسألة تانية، x في y. نكتب الx سالب 4 جذر 3 في y اللي هي جذر 3. طيب في قاعدة الضرب قلنا ايه؟ معامل في معامل وجذر في جذر. طب المعامل هنا 1، يبقى كأني بقول سالب 4 في 1، سالب 4 في 1 يطلع سالب 4. طيب بعد كده جذر في جذر، جذر 3 في جذر 3، جذر 3 في جذر 3 يطلع كام؟ يطلع 3، ويطلع سالب 4 في 3 يطلع سالب 12. تاني كده اهو، جذر في جذر ممكن تعملها بالآلة الحاسبة، وممكن تعرف إن الجذر في نفسه بيطلع الرقم اللي تحت الجذر. طيب اللي بعد كده x على 2y. تعال نكتب الإكس الأول، سالب 4 جذر 3 على 2y، 2 جذر 3. الاتنين دي نزلت زي ما هي هنا اهي، وواي بجذر 3. طيب سهلة جدا، جذر 3 هيروح مع جذر 3، يتبقى عندي سالب 4 على الاتنين يطلع سالب 2. طيب مسألة تانية، 2 إكس ناقص زد أس 3. طيب تعالى كده نكتب 2 إكس، يبقى 2 في سالب 4 جذر 3 ناقص زد بكام؟ جذر التكعيب 5 يبقى كل أس 3، زد بالجذر التكعيب 5 أهي، وبعد كده الكل أس 3. الكلام ده بيساوي، خدنا السنة اللي فاتت لما يكون عندي رقم في حد بنضرب الرقم في الرقم، هيبقى 2 في سالب 4 يطلع سالب 8 جذر 3، نضرب الرقم في الرقم كده وننزل الجذر ناقص. نيجي بقى هنا بقى ممكن تعمل دي بالآلة الحاسبة، وفي قاعدة مهمة جدا ممكن تعرفها، إن لما بيكون عندي جذر تكعيبي وأس 3 هيروحوا مع بعض كده، يبقى عندك جذر 5، يبقى الناتج النهائي سالب 8 جذر 3 ناقص جذر 5. قاعدة مهمة جدا في الدرس التاني بتقول إيه؟ لو في جذر في المقام، دي بقى قاعدة لازم تعرفها، ما ينفعش يكون عندك جذر في المقام. طيب هنعمل إيه؟ هنضرب الجذر في البسط والمقام. يعني مثلا 7 على جذر 3، عندي جذر في المقام أهو، ما ينفعش. خلاص هنعمل كده فيه، اكتب الجذر مرتين، مرة تحت كده ومرة فوق، يبقى بيساوي 7 في جذر 3 7 جذر 3، وجذر 3 في جذر 3 ب3، يبقى الناتج النهائي 7 جذر 3 على 3. طيب المسألة دي
نفس الكلام 12 على 5 جذر 2. عندي جذر في المقام هنا اهو، ما ينفعش. خلاص يبقى هنقول الكلام ده بيساوي في، اضرب في الجذر بس مش الرقم، الجذر بس. جذر 2 جذر 2 ده بيساوي 12 جذر 2 على، افتكر بقى القاعدة اللي قلناها من شوية، جذر في جذر يطلع لك نفس الرقم اللي تحت الجذر. يعني كأني بقول 2 في، والخمسة دي هتنزل، يبقى كأني بقول 12 جذر 2 على 10. قاعدة تانية مهمة من السنة اللي فاتت برضو لازم نبقى عارفينها، ازاي نضرب قوسين في بعض. طيب هي نفس القاعدة بالظبط، بس بدل اكس وواي حط لك جذور، جذر 7 2 جذر 7. هنعمل ايه لو تفتكر؟ كنا بنضرب الجذر 7 ده هنا الأول مرة، وبعد كده نضربه هنا. خلصنا نضرب السالب 1 هنا مرة وهنا مرة. نبدأ جذر 7 في 2 جذر 7 اهي. لو تعرف تعملها من غير ما تكتب اعملها، لو ما تعرفش اكتبها الأول. هيبقى جذر 7 في 2 جذر 7. أنا هكتبها لكم عشان اللي مش عارف يفهمها. بعد كده جذر 7 في جذر 3، يبقى زائد، نزل الزائد هنا اهو، جذر 7 في 3. خلصنا جذر 7 كده، نخش على سالب 1. خد بالك من الإشارات، سالب في موجب بسالب. بعد كده يبقى 1 في 2 جذر 7، سالب في موجب بسالب، 1 في 3. 1 اهي هنا كده اهي، 1 في 3. تعالى بقى نكمل، تعالى نكمل كده زي ما قلنا بقى هنا. المعامل في معامل، المعامل هنا 1 مش مكتوب، 2 في 1 ب2. طيب نيجي بقى لعملية ضرب الجذور. ضرب الجذور ممكن نضرب جذرين مختلفين، يعني هنعمل علامة جذر كده، و2 في 7 ب14. طيب زائد، هنا ما ينفعش أضرب معامل في جذر فأحطهم جنب بعض، هيبقى 3 وهنا 1، 3 في 1 ب3، وجذر 7 ينزل. بعد كده ناقص 2 في 1 ب2، في جذر هنا مفيش، يبقى نزل جذر 7. طب بعد كده سالب 3 في 1 ب3. طيب نيجي نبص، ما خلصناش لسه. تعالى كده نشوف مين الجذور المكررة. جذر 14، في أي جذر 14 هنا؟ مفيش، يبقى كده خلاص خلص كده، مش هنعمل له حاجة، جذر زي ما هو. طيب جذر 7، في جذر 7 تاني اهو؟ لا، يبقى اعمل العملية اللي بينهم. ايه العملية اللي بينهم؟ ناقص هنا اهي، يبقى أقول 3 جذر 7 ناقص 2 جذر 7. 3 جذر 7 ناقص 2 جذر 7 يطلع كام؟ يطلع جذر 7 ناقص 3. الشكل ده مثلا 2 جذر 5 ناقص 5 كل أس 2. ده خدناه السنة اللي فاتت في أولى إعدادي، كنا بنقول الأول في الأول، بعد كده إشارة المسألة، الأول في التاني في 2 إشارة التاني، التاني في التاني، كنا بنقول كده الأول في الأول إشارة المسألة، الأول في التاني في 2 دايما زائد إشارة التالت، التاني في التالت. فهنقول إيه مثلا؟ أول حاجة الأول في الأول هيبقى 2 جذر 5 في 2 جذر 5. بعد كده إشارة المسألة تنزل، الأول في التاني في 2، الأول أهو في التاني اللي هو 5 في 2 اللي هي بتاعت المسألة. دايما بعد كده الإشارة اللي بعد كده بتكون دايما زائد، التاني في التاني 5 في 5. تعال نكمل بنفس الطريقة، معامل في معامل، 2 في 2 ب4، في جذر 5 في جذر 5 هتضربها بالآلة الحاسبة هيطلع جذر 5 في جذر 5 ب5. واعرف كده لو الجذرين زي بعض هيطلع نفس الرقم اللي تحت الجذر. ناقص هنا بعد كده معامل في رقم في رقم يضربوا في بعض، 2 في 5 ب10، 10 في 2 ب20. طب جذر 5 في حاجة زيه هنا؟ مفيش،
يبقى ينزل جذر 5. طيب زائد 5 في 5 ب25، يبقى الناتج عندي 4 في 5 ب20 ناقص 20 جذر 5 زائد 25. آخر خطوة بقى خلاص. تيجي تبص هنا ال20 دي موجبة، الإشارة هنا موجب، وال25 برضو هنا موجبة، يبقى هنجمعهم 20 و20، 20 و25 يطلع 45. طب هنا ال20 جذر 5 مفيش حاجة زيها، تنزل زي ما هي، بس خد بالك من الإشارة، هنا إشارتها سالب، يبقى سالب 20 جذر 5. سؤال مهم جدا في العمليات على الأعداد الحقيقية، اوجد المعكوس الضربي للعدد 2 ناقص جذر 3. لازم تعرف إن المعكوس الضربي هو مقلوب العدد، يعني 1 على 5 مقلوبها 5 على 1 معكوسها الضربي 5 على 1، 2 على 3 معكوسها الضربي 3 على 2. طب هنا 2 ناقص جذر 3، يبقى المعكوس الضربي كام؟ 1 على 2 ناقص جذر 3. حلو قوي. يجي طالب يقول لي احنا كده خلصنا يا مستر، اقول له لا استنى، لسه ما خلصناش، ما ينفعش جذر في المقام. نقوم نعمل ايه بقى؟ اقول له فيه، لو كان هنا عملية ضرب فنضرب في الجذر بس بسط ومقام، لكن طول ما في هنا جمع وطرح لا، بنعمل حركة مختلفة بقى، هنضرب في 2 بدل دي ناقص خليها زائد، والجذر 3 ينزل، 2 زائد جذر 3، يعني اعكس الإشارة واكتب المقدار، الناقص تبقى زائد واكتب المقدار زي ما هو. طب ده بيساوي 1 في أي حاجة يطلع نفس الحاجة دي، يطلع 2 زائد جذر 3. نيجي بقى تحت هنا بقى هنعمل إيه بقى؟ تحت هتضرب الأول في الأول، يعني ده في ده كده، ده في ده، الأول في الأول، 2 في 2 ب4، نزل الناقص دايما ناقص، جذر 3 في جذر 3 ب3، يبقى الناتج النهائي 2 زائد جذر 3، 4 ناقص 3 1. اللي مش فاهم عملنا ايه كده اهو، قلنا الأول في الأول، 2 في 2 ب4، جذر 3 في جذر 3 ب3، والحركة دي خاصة بالنوع ده من المسائل بس، اللي فيه جذر في المقام وعملية جمع أو طرح.